السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو النواس الشاعر العباسي قيل إنه كان مشهورا بالفسق والمجون وشرب الخمر، حتى أنه لقب بشاعر الخمرة، فأراد هارون الرشيد ضرب عنقه لأشعاره الماجنة، فقال أبو النواس: يا أمير المؤمنين، الشعراء يقولون ما لا يفعلون، فعفى عنه. ولما مات أبو النواس لم يرد الإمام الشافعي أن يصلي عليه، وعندما غسل وجدوا بملابسه هذه الأبيات: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. فلما قرأها الإمام الشافعي بكى بكاء شديدا، وقام بالصلاة عليه وجميع من حضر من المسلمين. الخلاصة: ليس من حقك وحقي أن نصدر أحكاما مسبقة على خلق الله جزافا، هذا صالح وهذا طالح، هذا إلى النار وهذا إلى الجنة. هذا الحكم اتركه لعلام الغيوب، وليس واجبك، بل واجبك الاجتهاد في إصلاح عيوبك وإصلاح من حولك، ولكن بأسلوب اللين والرحمة، بالتي هي أحسن. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة.